فاكر إن بلوجر ماتت؟ فاكر إن الذكاء الاصطناعي اكتسح الدنيا وخلى كتابة المقالات ملهاش أي 30 لازمة؟ أكيد سمعت ناس كتير بتقولك فكك من التدوين، شات جي بي تي خربها والناس كلها بقت بتعمل مقالات بضغطة زرار، والمنافسة بقت مستحيلة. طيب إيه رأيك لو قلتلك إن دي أكبر كدبة في عالم الربح من الإنترنت الأيام دي؟ الذكاء الاصطناعي ما موتش بلوجر ولا قضى عليها، هو بس نظف السوق من الناس اللي كانت شغالة غلط، الناس اللي كانت بتنسخ وتلصق من غير ما تفهم بتعمل ايه. اللي بيفهم بس واللي بيشغل دماغه هو اللي بيعمل فلوس بجد دلوقتي. والنهاردة أنا هحط إيدك على الكنز اللي هيخليك تعمل أرباح حقيقية ومستمرة من مدونتك، حتى لو ما عندكش أي خبرة سابقة أو لسه بتبدأ من الصفر حرفيا. يا أهلا بيك في قناتك ابدأ صح. في البداية كده وقبل أي حاجة خلونا نصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيديو النهاردة مش مجرد كلام نظري، ده خريطة طريق كاملة للناس اللي تايهة وحاسة إن قطر الربح من المواقع فاتها ومش عارفة تبدأ منين. هقولك إزاي الذكاء الاصطناعي بدل ما يكون عدوك اللي بياخد مكانك، هيكون أكبر خدام ليك يجيب لك ترافيك وأرباح وإنت حاطط رجل على رجل. وهنشرح إزاي نشتغل على بلوجر في الوقت الحالي بذكاء مش بمجهود عضلات وتعب أعصاب فاضي. زمان كنا بنعمل مدونة ونقعد نكتب مقالات عادية جدا عن الصحة والرياضة أو الطبخ، ونستنى شهور عشان جوجل يرضى عننا ونظهر في الصفحة الأولى. لكن بصراحة دلوقتي مع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي، أي حد في العالم يقدر يكتب 1000 مقالة في ثواني. طيب إيه اللي حصل نتيجة لده؟ المنافسة بقت شرسة جدا ومقالات المعلومات العادية بقت مرمية في كل حتة وببلاش. هنا بقى تيجي التركاية اللي بتفرق بين واحد بيكسب وواحد بيضيع وقته. الذكاء الاصطناعي بيعرف يكتب كلام حلو قوي، لكن ما بيعرفش يقدم قيمة ملموسة أو أداة حقيقية للمستخدم زي اللي انت ممكن تقدمها. ركز معايا كده، بدل ما تتعب نفسك وتنافس في نيتش عادي وكله كلام مكرر، اعمل مدونة بتقدم حاجة الناس بتدور عليها عشان تحملها على أجهزتها أو تستخدمها بشكل مباشر. يعني تعمل مدونة متخصصة في تحميل الكتب بصيغة PDF، أو مدونة متخصصة في قصص الرعب المشوقة اللي الناس بتحب تقراها وتحملها، أو حتى مدونة لتقديم شروحات وتحميل البرامج والألعاب وتطبيقات الموبايل. وممكن كمان تروح لسكة أذكى بكتير، إنك تعمل مدونة فيها أدوات خدمية بسيطة زي حاسبة العمر أو محول الصيغ. الحاجات دي الذكاء الاصطناعي ما يقدرش يوفرها للمستخدم جوه رسالة شات. المستخدم لازم غصب عنه يدخل موقعك عشان يحمل الملف أو يستخدم الأداة. دي بقى الزكونة اللي بتخلي الزائر يدخل موقعك ويفضل فيه فترة أطول ويرجع له تاني، وده بالظبط اللي بيجيب الفلوس. طيب الفلوس بتيجي منين؟ أكيد أول حاجة بتيجي في دماغك هي جوجل أدسنس، وأدسنس شركة ممتازة جدا وموثوقة، بس شروطها ساعات بتعقد الناس المبتدئين وبتاخد وقت في المراجعات. عشان كده إحنا مش هنقف نستنى، في بدائل قوية جدا ومربحة بشكل خيالي لو عرفت تستغلها صح، زي شركة أدستيرا وشركة مونيتاج. مونيتاج بالذات بتعتبر كنز في عالم الربح السريع، لأنك بتقدر تحط إعلاناتهم وتبدأ تعمل أرباح من أول يوم، خصوصا لو بتشتغل بنظام الروابط المباشرة في مدونات التحميل والأدوات اللي اتكلمنا عليها. والربح من الروابط المباشرة بيعمل أرقام ممتازة جدا لو عرفت توجه الزائر صح. بالمناسبة لو وصلت لهنا يبقى أنت كده ناوي تبدأ صح، فما تنساش تشترك في القناة وتديني لايك عشان أعرف إن المحتوى ده مهم ليك. تعال أقولك بقى على سر الترافيك اللي هيقلب معاك الموازين. زمان كنا بنعتمد على محركات البحث بس ونستنى الأرشفة، دلوقتي إحنا هنستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يجيب ترافيك مجنون للمدونة بتاعتنا من أول أسبوع. إزاي؟ ببساطة تقدر تستخدم الذكاء الاصطناعي يعمل لك سكريبتات لفيديوهات قصيرة جذابة جدا عن الألعاب أو البرامج اللي في مدونتك، وتنفذها وتعمل لها مونتاج برضو بالذكاء الاصطناعي، وتنزلها على تيك توك وريلز ويوتيوب شورتس، وتوجه الناس في الفيديو إنهم يدخلوا اللينك اللي في البايو. مش بس كده يا بطل، خليك فاهم انك تقدر تعمل شبكة صفحات على فيسبوك، مثلا 5 صفحات في نيتش معين زي الافلام او غيره، وتربطهم بقنوات تليجرام، وتخلي الذكاء الاصطناعي يكتب لك بوستات تسويقية وتعمل لها أتمتة وجدولة بحيث تنزل بشكل يومي وتسحب الترافيك ده كله لمدونتك. الذكاء الاصطناعي هنا بقى مدير التسويق بتاعك اللي بيشتغل ببلاش. دلوقتي أنا عارف إنك ممكن تكون بتسمعني ومتحمس، بس بتقول لنفسك يا عم أنا ماليش في التكنولوجيا ومعرفش أعمل مدونة ولا أظبط سيو ولا أربط أدوات مشرفي المواقع. أنا حاسس بيك جدا وعارف إن البداية التقنية بتكون مرهبة شوية، وعشان كده إحنا عملنا حل كامل متكامل للناس اللي عايزة تبدأ على نظافة وتوفر وقتها. إحنا بنقدم لك خدمة وكورس ابدأ صح
باختصار، انت بتستلم مدونتك جاهزة تماما للربح على المفتاح، ومعاها كورس تشغيل احترافي مدته ساعة و18 دقيقة متقسم على 18 محاضرة في الجون، بيشرح لك كل حاجة من الألف للياء وتطبيق عملي. في التجهيز الفني بنشيل عنك الهم ده، بنركب لك قالب احترافي سريع جدا ومتجاوب، وبنظبط لك الأقسام والقوالم بشكل يسهل على الزائر التصفح. بنضيف لك أيقونة مفضلة وشعار لتمييز مدونتك، وبنربط لك دومين خاص لو تمتلكه. وبالنسبة للأساسيات القانونية عشان تضمن القبول، بننشئ كل الصفحات الإلزامية زي اتصل بنا، سياسة الخصوصية، وشروط الاستخدام. ومن ناحية أدوات النمو، بنربط المدونة بجوجل سيرش كونسول وبينج عشان نضمن ظهورك، وبنعمل ملفات السايت ماب والروبوتس عشان الأرشفة السريعة، وبنفعل جوجل أناليتكس لمراقبة الزوار، وبنربط مدونتك بحساباتك على السوشيال ميديا عشان تزيد الثقة. أما المحتوى والربح، بنكتب لك أول 5 مقالات حصرية متوافقة مع السيو كبداية قوية، وبنسرع أرشفتها، وبنفعل الربح السريع بربط المدونة بشركة مونيتاج كبديل قوي لأدسنس عشان تبدأ تجني أرباح من أول يوم. الكورس ده هيعلمك تدير مشروعك بنفسك من غير مبرمج، هتفهم لوحة تحكم بلوجر، وتكتب مقالات حصرية بالذكاء الاصطناعي، وتصمم صور مصغرة، وهتاخد استراتيجيات سرية لجلب آلاف الزوار من فيسبوك وتيك توك، وهتعرف ازاي تجبر جوجل على أرشفة مقالاتك في دقائق. الكورس ده للمبتدئين اللي ما عندهمش خبرة، وللأشخاص اللي وقتهم ضيق وعايزين الشغل جاهز، ولأي شخص عايز يبني مصدر دخل سلبي. والأهم، خدمة ما بعد البيع. شعارنا نحن معك حتى النجاح. بمجرد الطلب بنتواصل معاك على الواتساب، بنتابع معاك خطوة بخطوة، وبنزودك بخطط واستراتيجيات، ونحل أي مشكلة تقابلك. قبل ما نختم، تعال أقولك على كام نصيحة تحطهم حلقة في ودنك. أول حاجة، الاستمرارية هي سر اللعبة. ما تعملش مدونة وتنزل كام مقالة وتختفي، لازم تنشر بانتظام عشان تبني ثقة. تاني حاجة، إياك والنسخ العمياني. حتى لو بتستخدم الذكاء الاصطناعي، لازم تحط بصمتك وتتأكد إن الكلام بيقدم فايدة. من الأخطاء الشائعة إنك تيأس بسرعة وتستعجل الأرباح المليونية. بناء مصدر دخل سلبي بياخد وقت، لكن بمجرد ما العجلة تدور هتلاقي النتائج بتيجي وانت نايم. ركز مجهودك الأكبر في البداية على الترافيك المجاني من السوشيال ميديا زي تيك توك وتليجرام عشان تبني قاعدة جماهيرية ترفعك في محركات البحث. خلاصة القول، مجال بلوجر لسه عايش، والذكاء الاصطناعي فرصة ذهبية مش تهديد لو طوعته يخدم أهدافك. اعمل مدونة تحميلات أو أدوات، واستغل مونيتاج أو أدسنس في تحقيق أرباح. استنونا في الفيديوهات الجاية عشان هنشرح استراتيجيات أعمق. لو عجبك الفيديو وحسيت إنك استفدت، ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.